في جملة شهيرة للكاتب أوسكار وايلد بيقول: كلنا نفسنا في أضواء الشهرة، لكن قليل مننا يقدروا يستحملوا حرارتها. حياة الشهرة من بعيد تحسها حلوة وممتعة، لكن لما بنبص على حياة الناس اللي عايشاها بنلاقيها جحيم. أضواء ساطعة بتكشف كل تفصيلة في وجه الفنان اللي قدامنا، لكنه من جواه عايش في ظلال وعزلة ووحدة داخلية. فيلم ماريا للمخرج بابلو لارين وبطولة أنجلينا جولي هو مثال حي لإزاي الإنسان ممكن يعيش حياة مزدوجة بين العظمة والضعف، بين أضواء الشهرة وظلال الوحدة، بين قوة الصوت والعجز العاطفي، بين التوقعات العالية والواقع القاسي، بين الحب الحارق والفراق المؤلم، بين العطاء الفني والسعادة الشخصية، بين العبقرية الإبداعية وحافة الجنون، وبين الماضي اللي مليان تسجيلات صوتية خالدة والحاضر اللي بطلتنا بتحاول فيه تستعيد ما تبقى من صوتها. ماريا هي ضحية أخرى من ضحايا مجتمع ذكوري بتعيش وسط رجال بيض أثرياء ماسكين زمام الأمور، سواء صناعة الممثلات أو المغنيات، بالبدل الفضفاضة بتاعتهم، بكروشهم، بصوابعهم التخينة اللي فيها عدة خواتم ذهب، بجرافطاتهم المشجرة، بالسجاير اللي بيشربوها، بالمناصب العليا اللي ماسكينها في البلد، وفلوسهم اللي بيمختروها على المرأة عشان تخضع ليهم. في الفيلم هنشوف مقارنة عادلة تماما بين امرأة سمحت للذكور دول يتحكموا في حياتها ويستغلوا جسمها ونجاحها ويدمروا حياتها بعد ما ياخدوا منها كل اللي محتاجينه، وبين امرأة حكيمة بترفض الخضوع لشهوات الذكور حتى لو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. امرأة عندها قدر رهيب جدا من الكبرياء والفخر اللي مفيش راجل يقدر يخترقه. اللي بيدمر حياة ماريا مش الذكور نفسهم على قد المعايير اللي الذكور حاطينها من زمان في المجتمع وفي الوسط الفني اللي ماريا هتضطر تتعامل معاه بعد كده. بعد نجاح ساحق في مجال الأوبرا وتسجيل مئات الأغاني الخالدة، ماريا بحسب عامل السن بتفقد السحر الموجود في حنجرتها إلى الأبد. صوتها ما بيكونش زي الأول، تحكمها في طبقات الصوت أصبح ضعيف جدا، عاجزة عن ضبط النغمات الموسيقية اللي أي مغنية أوبرا بتحتاجها، وبالتبعية العالم كله فقد اهتمامه بيها. العالم اللي كان بيهتف بجمال وعظمة صوت ماريا كالاس لعدة سنوات مش قليلة بيبان على حقيقته فعليا لما بيلاقي نفسه مش بياخد منها نفس الصوت بتاع زمان. ماريا بتحس إنها تم هجرها، ولا سيما ان الشخص الوحيد اللي حبته في حياتها ارسطوطل اوناسيس برضه بيهجرها لانه بيموت، برغم انه ذكر بيزنس مان عمره ما حب الاوبرا وبرضه اتحكم فيها ومنعها تغني، لكنها حبته لانه كان الوحيد صادق تماما معاها، لدرجه انه لما كان بيتعرف عليها في بدايتهم قال لها: انا راجل قبيح بس غني، يوناني بس ارجنتيني، متجوز بس هي احنا في سنة 1959. حاجات بتخلي ماريا بتحبه وبتقيم علاقة معاه في السر بدون علم جاكي كينيدي، مرات الرئيس جون كينيدي اللي اتجوزته بعد اغتياله. ولما ارسطوطل اوناسيس بيموت بسبب الفجوة الزمنية الكبيرة بينه وبينها، ماريا بتحس انها بتفقد اعز شخص عليها بحياتها. جاكي كانت مراته، لكن ماريا كانت حياته. ده بيخلي ماريا تدخل في رحلة طويلة جدا من صراع العجز والضعف والضغوطات والارهاق والاضطرابات النفسية. ماريا بتدخل في رحلة من الفراغ، بتتحول لشخصية مزاجية، بتفقد سيطرتها تماما على جسمها، بتصبح مدمنة على الأدوية والعلاجات اللي لما بتاخدها زيادة عن اللزوم بتدمر الأعضاء الحيوية في جسمها. بتروح لمطعم مش عشان تاكل، لكن عشان الناس يشوفوها ويقعدوا يتملقوا ليها ويقولوا لها: احنا معجبين بيكي وبصوتك الساحر العذب الملائكي، وكأنها رافضة تماما تعيش في الواقع المؤلم المفروض عليها انها كبرت في السن وصوتها ما بقاش زي الاول ومحدش بيحبها وما عادش عندها معجبين. بدلا من ذلك بتقرر انها تعيش في خيالاتها، ترسم واقع مختلف حيث صوتها جميل والجمهور بيسقف لها طول الوقت، وبتعمل مقابلة مع مذيع وبتقوله على كل حاجة في حياتها من منظورها الشخصي، واقع هي اللي تتحكم فيه، لان الاول مرة بتحس انها بتتحكم في حياتها بعد تحكمات كتير جدا من اللي حواليها طول حياتها. خيالات مريضة مع ادوية زيادة مع فراق مؤلم. ماريا بتعيش اسوأ اخر ايام حياتها وكأنها بتلوم العالم كله انه هجرها، وفي وسط محاولاتها البائسة لاستعادة صوتها ماريا بتموت بسبب أزمة قلبية، وبتنتهي أيام أسطورة الأوبرا ماريا كالاس في السبعينات في مدينة باريس. في
الفيلم بنشوف مشهد درامي لماريا قبل ما تموت بتلعب كوتشينة مع فيروتشو وبرونا، 2 خدامين في بيتها. بنشوف قد ايه ماريا بتعتبرهم زي عيلتها بالظبط. ماريا في وسط كل الضغوطات والارهاق النفسي ده بتقدر تخلق حالة من التعاطف تجاه الاتنين الوحيدين في حياتها اللي فضلوا معاها طول العمر. راجل فضل يزق البيانو في الوضعية اللي بتحبها لحد ما ظهره اتقطم وما يقدرش يقول لها لا، والتانية مجرد ما تسمعها بتغني او بتكح حتى تقول لها ادائك النهارده كان اكتر من رائع يا مدام. ماريا بتختم القعدة دي بانها تقول لهم اتمنى تفضلوا مع بعض بعد ما اموت، انتوا الاتنين ثنائي جميل، وكأنها ممتنة جدا لكل لحظة حلوة عاشتها معاهم. اداء اوسكاري من انجلينا جولي، قدرت تعمل شخصية مركبة ومليانة تعقيدات، عندها ثقة في النفس وكبرياء مش طبيعي، لكنك تقدر تشوف العجز والضعف من خلال عيونها. عندها موهبة جبارة أثرت بيه قلوب العالم، لكنها بتفقد الموهبة دي تماما وما بيتبقاش منها غير أطلال. شخصية مزاجية وأنانية وقليلة الذوق جدا مع أي حد مش عاجبها، لكن قدرت توصل لك تعاطف إنساني جميل جدا مع 2 قد يكونوا بعاد جدا عن مستواها المادي والاجتماعي والثقافي. أنجلينا جولي قدرت تدمج بين حاجتين ضد بعض تماما في شخصية واحدة، وتخلق تباين معقد يخليك تتعاطف معاها من أول لحظة لآخر لحظة. شخصية ليدي قوية ومتحضرة ومثقفة وحكيمة، لكن في نفس الوقت اضطرابات نفسية وترنح رهيب نفسيا وجسديا ومهنيا واجتماعيا وعاطفيا وأغلب نواحي حياتها. كل ده بالمناسبة بنشوفه في أفضل إخراج وأفضل صورة سينمائية فنية بتجسد بقايا العصر الفيكتوري، تجسيد مثالي للحقبة الزمنية اللي بتدور فيها الأحداث. النيش المزخرف اللي مليان كوبايات صيني، ورد صناعي محطوط في كل مكان، أبواب خشبية مزخرفة، أباجورات قماش فيها طابع تراثي، نجف كريستالي لامع، أرضية متغطية بالمشمع، حيطان متغطية بورق حائط، تحس إنك دخلت بيت جدتك اللي عاملة لك الفاصوليا البيضاء اللي بتحبها. فيلم بيستخدم أنواع سرد مختلفة لحكاية القصة، سرد خطي لأنه فيلم سيرة ذاتية، سرد غير خطي لأنه أحيانا بيتنقل بين الأزمنة المختلفة في الماضي والحاضر، سرد ذاتي لأنه أحيانا ماريا بتشارك تجاربها وأفكارها من خلال البرنامج اللي بيسجل معاها تفاصيل حياتها، بالإضافة لأن الفيلم يعتبر مسرحية موسيقية. الأداء الأوبرالي لشخصية ماريا يعتبر جزء أساسي من السرد، بيعكس مشاعر الشخصية بطرق صعب يتم التعبير عنها بالكلام، لكن بتقدر تتواصل معاها أكتر وتحس بمشاعرها من خلال أدائها الغنائي. دي كلها تقنيات بتخليك تفهم طبيعة شخصية ماريا بشكل أعمق، وبتعزز من التأثير العاطفي لأنك بتشوفها في أكتر من موقف وأكتر من تجربة. فيلم مش لكل الناس، محتاج تذوق فني، محتاج منك تفتح له مشاعرك. لو ما عملتش كده بكل تأكيد هتشوفه فيلم ممل، فيلم مش ممتع، أطول 2 ساعة تعيشهم في حياتك، فيلم هتندم إنك اتفرجت عليه. كعادة أفلام بابلو لارين زي ما شفنا في جاكي وسبنسر، الثلاثية دي محتاجة تتشاف بنظرة فنية أكتر من النظرة الترفيهية. أفلام فيها قدر مش قليل من التركيبات الفنية، أفلام أرتستيك بشكل بحت. لو حاسس إنك بتحب النوعية دي من الأفلام وعايز تشوف منها أكتر، تقدر تشوف جاكي، سبنسر، مايسترو، بلوند، ذا ايرون ليدي، فريدا، ماري أنتوانيت، وممكن ماري كوين اوف سكوتس. شكرا على المشاهدة، ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم على خير ان شاء الله.